السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نيلي كريم عن كندا علوش عندها طاقة حب غير طبيعية. دعونا نتعرف على التفاصيل. كشفت النجمتان نيلي كريم وكندا علوش عن تفاصيل صداقتهما التي تعود لأكثر من 15 عام منذ لقائهما الأول في سوريا أثناء تصوير مسلسل هدوء نسبي، رغم أنهما لم تشاركا في مشاهد مشتركة، وذلك خلال حلولها ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي مساء الخميس مع الإعلامية منى الشاذلي. تحدثت نيلي كريم عن بداية تعارفهما قائلة: كنا بنصور في سوريا من 15 سنة وقعدت هناك شهرين وما كنتش عارفة حد، فتعرفت على كندا وانبسطت جدا، بس وقتها ما كنتش عارفة ان التمثيل في دماغها قوي، كانت لسه بتشتغل في حاجات تانية. أما كندا علوش فأكدت أن علاقتهما بدأت من السفر وأماكن التصوير المشتركة، حيث قالت: ما اشتغلناش مع بعض بس كنا بنسافر نفس السفرات ونتقابل في نفس اللوكيشن وحبيتها من وقتها. وعن طبيعة كندا وصفتها نيلي كريم بأنها شخصية مليئة بالطاقة والحب والعطاء، مضيفة: كانت دايما في التصوير شنطتها مليانة حاجات، تاكل الأكل بونبوني مكسرات وتسأل كل الناس هتاكلوا ايه هتعملوا ايه. عندها طاقة حب غير طبيعية ودايما بتحب تساعد وتحل مشاكل اللي حواليها. مردفة: أول ما بوصل اللوكيشن أول حاجة بسأل: كندا جت؟ في سياق مختلف تحدثت الفنانة نيلي كريم عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل إخواتي، مؤكدة أن سهى شخصية قوية لا تستسلم بسهولة ولديها جانب شرس يظهر عند الضرورة. قالت: أكيد دي خياطة إيد واحد في أول حلقة، فلازم يكون عندها شراسة، هي مش شخصية بتستسلم بسهولة ولو حد ضايقها بترد عليه. وأوضحت نيلي أنها تعيش الشخصية بكل تفاصيلها من الشكل إلى طريقة المشي، مؤكدة أن هناك توليفة تحدث بينها وبين الدور تلقائيا. أنا لما بدخل الشخصية ببقى هي اللبس المكياج الشعر حتى المشي، كل ده بيتكون مع بعض وبيطلع الكومبو اللي الناس بتشوفه على الشاشة.